سنة وانتم طيبين. رمضان على الابواب خلاص، وازاي نذاكر في رمضان؟ هقولك على الطريقة اللي تخليكي ما تأثريش في مذاكرتك وتطلعي من رمضان ان شاء الله متغيرة تغيير كامل لحياتك الجاية ان شاء الله. في البداية حبايبي عايزة اقول لكم ان المذاكرة في شهر رمضان ليها فوايد. هتقولي لي ازاي؟ ده انا ببقى صايمة ودايخة وتعبانة. هقولك على فايدتين. اول حاجة اننا بيكون عندنا وقت طويل، لاننا مش بنكون شاغلين تفكيرنا بالاكل، مش بتبقي قاعدة على المذاكرة وعايزة تشربي عصير وتاكلي فاكهة، فكل ده بيخلي عندك وقت طويل جدا انك تستغليه في المذاكرة. تاني حاجة ان التركيز بيكون اعلى بكتير قوي. ازاي؟ ان احنا في الطبيعي في الايام العادية بيكون تركيزنا مقسوم ما بين المعدة وما بين دماغنا، لكن في رمضان بقى المعدة بتكون متقبلة ان هو مفيش اكل اصلا، فانت كده بقى تركيزك كله بيروح فين؟ بيروح لعقلك، فكده تركيزك ان شاء الله هيبقى اعلى في شهر رمضان. والمعدة كمان لما بتكون فاضية الجسم بيبقى اخف والتركيز كمان بيكون اعلى. لكن طبعا المعدة لما بتكون مليانة جسمك بتحسي ان هو جسمك كده تقيل، وبتحسي انك دايخة وتعبانة، وتركيزك كمان بيبقى اقل بكتير. لكن طبعا المعدة لما بتكون مليانة جسمك بيكون تقيل، وكمان بتحسي انك عايزة تنامي وتحسي انك دايخة وتعبانة وما عندكيش تركيز خالص. فمن هنا بقى التركيز بيكون عالي، وكمان بتنجزي في المذاكرة. وكمان في شهر رمضان بيبقى فيه علاقة كده بينك وبين ربنا، لان انتي بتصلي وصايمة وملتزمة بكل العبادات، فبيبقى فيه علاقة كده وتوفيق كمان من عند ربنا في المذاكرة. فالمذاكرة في رمضان ليها فوائد كتير زي ما قلتلك. نيجي بقى لازاي نستعد للمذاكرة في شهر رمضان. بصي، اول حاجة ان انتي تهيئي نفسك، لان احنا لما بنكون داخلين على حاجة متوقعين ان هي صعبة فبنلاقيها صعبة، لكن لما انتي بتهيئي نفسك انك ان شاء الله هتنجزي وتذاكري وان الموضوع بسيط وسهل، هتلاقي نفسك ان شاء الله الموضوع بسيط وسهل، ونفسيتك كده هتبقى مستعدة ان انتي ان شاء الله تبدأي مذاكرة. فاهم حاجة ان انتي تهيئي نفسك. تاني حاجة بقى ان انتي تحددي الوقت المناسب للمذاكرة. بصي، عندنا اوقات كتير ممكن نذاكر فيها في شهر رمضان. يعني ممكن ان انتي مثلا تتسحري وبعد السحور تبدأي مذاكرة لحد مثلا الساعة 9 كده انتي هتذاكري 5 ساعات في وقت انتي هتكوني لسه اكلة وشاربة، وكمان تركيزك هيبقى اعلى. تاني وقت انك ممكن بعد ما تصلي التراويح وتخلصي صلاة وتشربي عصير كده وتظبطي نفسك تبدأي مذاكرة لحد ما تتسحري، وممكن تنامي مثلا وتقومي مثلا الساعة 10 وتذاكري من الساعة 10 لحد الساعة 2. الوقت ده برضو هتكوني انت كده لسه يعني مش جعانة وهتنجزي ان شاء الله في المذاكرة. فانت عندك كذا وقت هتختاري منهم، وهتختاري على حسب انت تركيزك بيكون اعلى في انهي وقت. ثاني نقطة بقى ودي مهمة جدا، انك تعملي جدول. الجدول هيخليكي تذاكري بطريقة منظمة، وهتحسي كمان كده بالانجاز من جواكي كده، هيديكي طاقة تخليكي تذاكري وتنجزي ان شاء الله اكتر. والمواد الصعبة اللي انت شايفة ان تركيزك فيها بيكون اقل دي هنبدأ بيها في المذاكرة، فما تسيبيهاش للاخر. يعني انا مثلا محددة ان انا مثلا هذاكر 4 ساعات، يبقى اجيب اول ما ابدأ المذاكرة كده المادة الصعبة اللي انا عارفة ان تركيزي قليل فيها ومعلوماتي فيها مش احسن حاجة، ابدأ بيها عشان تركيزك في الوقت ده بيكون عالي جدا، فهتقدري ان انت تذاكري المادة ان شاء الله وتستوعبي المعلومات وتنجزي فيها. وخلي بقى المواد السهلة او المواد اللي انت حاسة ان معلوماتك فيها كويسة خليها في الاخر. ثالث نقطة، مش معنى اننا بنذاكر في رمضان اننا ما ناخدش بريك. يعني انا محددة لنفسي 4 ساعات مذاكرة، ما ينفعش اخدهم 4 ساعات لانك مش هتقدري ان انت تكملي. كل مثلا نص ساعة حاولي ان انت مثلا تاخدي 10 دقايق 5 دقايق ربع ساعة عشان تقدري كده ان انت تكملي وتجددي كده طاقتك وترجعي بتركيز ان شاء الله احسن من الاول. ده احسن خالص من ان انت تاخدي ال4 ساعات كده مرة واحدة وتلاقي نفسك خلاص مش قادرة ان انت تكملي. طيب لو انت بقى من البنات اللي هي متعودة كده انها يعني تشرب كده كوباية شاي جنب المذاكرة، كوباية قهوة، حاجة كده تفوقها عشان تفوق كده وتبدأ انها تنجز في المذاكرة. طبعا انت في شهر رمضان مش هتقدري تعملي كده خالص، فقدامك فرصة من دلوقتي كده حاولي انك كده قللي منبهات شوية
عشان لما تبقي في رمضان ما تحسيش بقى كده بدوخة او تعب او تحسي انت مش مركزة متضايقة. فاحنا لسه اهو قدامنا فرصة انك تقللي كده شوية شاي وقهوة. وفي شهر رمضان لما تيجي تذاكري وحاسه انك دايخه كده تعبانه مش مركزه، ادخلي دش ميه ساقعه على طول، هتلاقي نفسك كده بصي فوقتي وتركيزك رجع احسن من الاول بكتير. طب بقى لو مكسله ما عندكيش طاقه بقى ان انت تدخلي تاخدي دش، يا ستي بصي ادخلي وشك كده شويه ميه ساقعه هتفوقي، وهتحسي بقى كده ان انت عندك طاقة وقادرة ان انت تذاكري وتستوعبي ان شاء الله كل المعلومات. واهم حاجة كمان انك تلخصي، خذي المعلومات المهمة واكتبيها عشان لما ترجعي ان انت تراجعي عليها كده تبقى متلخصة وتنجزي اسرع. وعايزه اقول لك على حاجه كمان، لما تيجي تفطري في رمضان ما تدبيهاش قوي على الفطار، عشان بصي هتلاقي جسمك ده تقل والتركيز يعني بقى صفر. فاحنا لازم اننا نخفف شويه وناكل كده كميات صغيره. وحاولي بقى كده بصي يعني ركزي على الخضار، الفاكهه، العصاير الفريش، هتحسي بقى ان جسمك خفيف كده وهتديكي تركيز اعلى. وفي السحور نفس الكلام، نحاول برضو ان احنا ما نتقلش قوي في السحور، لان خلي بالك لو تقلشي في السحور هيخليكي بصي طول اليوم همدانه وتعبانه ويعني عايزه ان انت تنامي بس وما عندكيش اصلا طاقه انك تذاكري او تنجزي اي حاجه في يومك. حاجه كمان عايزه اقولك عليها، ارجوكي حاولي ابعدي عن التلفزيون ومسلسلات رمضان، لانها بصي هتضيع وقتك خالص، مش هتلاقي وقت للمذاكره اساسا. فنحاول ان احنا نبعد عن التلفزيون والتليفون ده لو انت فعلا عايزه تذاكري في شهر رمضان وتنجزي وتلاقي عندك وقت طويل. فاحنا نستغل شهر رمضان كده في العباده، الصيام، المذاكره، وما نضيعهوش في اي حاجه تانية. ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نقصرش في العباده بتاعتنا وما نضيعش مننا شهر رمضان واجواء رمضان الجميله. وحاولي بقى الوقت اللي هو ما بين العصر والمغرب، الوقت ده حاولي ان انت خلي الوقت ده لقراءه القران، العباده، لان الجسم في الوقت ده بيبقى حاسس ان هو همدان وتعبان وانت بتبقي حاسه بجوع وعطش. فانت بقى استغلي الوقت ده واقراي فيه قران. فما تأثروش في العبادة، لانه شهر واحد ممكن نطلع منه متغيرين تغيير كبير جدا ان شاء الله لحياتنا كلها. وبس كده حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا في فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم علشان يستفادوا هم كمان. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. باي باي.